فرج عبد الحفيظ لاعب جهة اليسار، تبادل كرة جميل، خطورة الآن لفريق الكهرباء داخل منطقة الجزاء، وتبعد من السوري محمد دعاس إلى ركلة ركني. لاعب الدولي السابق للمنتخب السوري محمد دعاس لاعب نفط الجنوب يبعد الكرة إلى ركلة ركنية لصالح الكهرباء. خطورة واضحة من قبل لاعبي فريق الكهرباء اللي لم يحقق الفوز إلا في مباراتين فقط، بينما نفط الجنوب فاز في 3 مباريات. ركلة ركنية على التنفيذ، محمد إبراهيم للركنية لفريق الكهرباء. محمد أكثر من لاعب بقمصان بيضاء موشحة بأحمر للاعبي الكهرباء داخل منطقة الجزاء. جول للكهرباء، جول للكهرباء. يصعق نفط الجنوب فريق الكهرباء بهدف عن طريق اللاعب الشاب مرتضى هديب. مرتضى هديب يسجل لفريق الكهرباء أول أهداف المباراة بكرة رأسية ومن ركنية بالمسطرة على رأس مرتضى هديب اللي يسكنها بعيدة عن الحارس قائد سدير ليعلن عن افتتاح التسجيل الكهرباء في مرمى نفط الجنوب. هذه الإعادة والرأسية اللي لعبها مرتضى هديب على يسار الحارس، بعيد كان قائد سدير. هذا هو مرتضى.